ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هنقدم ليكم النهارده فيديو عباره عن مشكله بتقابل جميع مربين الكلاب وغواة الكلاب، وخاصه الناس اللي عندها مشكله التمدد الاربطه والكساح والهيب ديسبليزيا والحاجات دي كلها. هنتكلم النهارده عن مشكله لسه جايه لنا المزرعه عندنا. يا رب ان شاء الله امر الفيديو يعجبكم. لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول كل جديد، ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايك عشان اللايك بيفرق معانا في انتشار الفيديو. ما تفوتش الفيديو ويلا نكمل الفيديو. شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي للناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغواة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. قاعدين من جديد بفيديو جديد. طبعا يا جماعة معانا ضيف جديد ومشكلة جديدة بتواجه المربين والغواة. وطبعا ضيفنا النهارده هالاند، عنده 5 شهور، صاحبه ملك الكلب. طبعا من أحد موظفي مؤسسات الدولة أو مؤسسات الدولة مرموقة جدا، وهي مؤسسة النادي الأهلي. طبعا هو أحد موظفي هذه المؤسسة، الحمد لله بفضل ربنا، بسبب الثقة الكاملة وبسبب المصداقية اللي احنا بنشتغل بيها على القناة والتعامل مع الناس والتعامل مع الأرواح. الحمد لله بفضل ربنا الأستاذ محمد تواصل معانا عشان نحلله مشكلة الكلب هالاند. وهو عنده طبعا مشكلة. هو طبعا لما تواصل معانا قال لي الكلب ممكن يكون عنده هيب ديسبليزيا أو مشكلة في العظم بتاعه، لأن طبعا عنده رجل ورا، الرجول اللي ورا دي ما بيعرفش يتزن عليها وبيتخبط في بعضها زي ما انتم شايفين وكده. طبعا اهو زي ما احنا ورينا في الفيديو كده في الاول، اهو الرجول اللي ورا بتخبط في بعضها، تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، تمام اهو. طبعا كلب الحمد لله بفضل ربنا يبارك له فيه يا رب. كلب من المستويات الجميله جدا، عنده 5 شهور، بس الكلب محتاج شويه اهتمام ورعايه اكتر واكتر، هيكون احسن واحسن ان شاء الله بامر الله. وطبعا عنده الرجول اللي ورا الخلفيه عنده فيها كساح، تمام. واحنا طبعا استلمنا الكلب ده يا جماعه على حوالي مقدار الساعه 12 او حتى بالليل. كانت الدنيا فيها نور، اي نعم، بس كان الاضاءه عنده هناك في الوقت اللي احنا بناخد فيه الكلب. لما احنا استلمنا الكلب كان الاضاءه ضعيفه جدا. طبعا احنا استلمنا الكلب عنده التهاب في الاعصاب، تمام، في الارجل الخلفيه، وعنده التهاب في الاعصاب كليا بقى في الجسم نفسه. طيب هنعمل ايه؟ مفاجأة كبيرة جدا بقى. الأستاذ محمد أو الكابتن محمد ما يعرفش، والسادة المشاهدين هيعرفوا دلوقتي المفاجأة في الكلب ده. طبعا زي ما احنا قلنا الكلب ده داخل لنا علشان نعالجه من الكساح ونسبة الالتهابات والحاجات دي كلها. طبعا يا جماعة أنا كعادتي يا أبو مصطفى لما بحاجة بتخش لي بسيب الكلب يوم في التاني، وببتدي اللي أنا أشوف وألاحظ الكلب، لأن ما ينفعش آخد الكلب من الدار للنار وأعالجه كده أوتوماتيك، سواء الكلب مصاب او مش مصاب او عنده اي حاجه. يعني دي طبيعتي يعني. طبعا يا جماعه زي ما احنا قلنا الحمد لله بفضل ربنا بسبب المصداقيه، والواحد عنده ضمير في شغله، والواحد الحمد لله بفضل ربنا عارف بيعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده مشية الكلب اهو، مشية الكلب يا جماعه اهو. دي المشكله اللي هو الكساح، اللي هم الرجلين اللي بتخبط في بعض دي، هي دي المشكله، الكساح اللي احنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الكلب اهو الله اكبر، شولاين لونج هير، حاجه محترمه جدا. المفاجاه بقى يا جماعه ان الكلب ده ما عندوش اي مشكله. ايه؟ ما عندوش اي مشكله. طب تاني، ما عندوش اي مشكله. الكلب ده يا جماعه مشكلته الوحيده اللي هو كلب تقيل، كلب من الكلاب اللي هي اهاليها تقيله، دي رقم 1. رقم 2 الكلاب اللي هي الشولاين اللي الاهالي بتاعتها بتبقى تقيله، بتبقى في المرحله العمريه من سن 3-4 شهور لحد 7-8 شهور، بتبقى المشكله دي فيها في رجلها اللي ورا، بتخبط في رجلها اللي ورا.
طب بمعنى ان الكلاب التقيله هي اللي بتبقى كده، بتبقى عندها العضله الخلفيه بتبقى ضعيفه. بتتقوى امتى؟ بتتقوى لما بتاكل اكل ني، وبتتقوى لما بتاكل رجول وعظم وحاجات بتقوي العصب والفك والحاجات دي. من هنا بيبتدي العضله تشد، العضله والعظم بتاع الكلب يبتدي يشد. انما هو عنده كساح؟ ما عندوش كساح. عنده مشكله في الارجل الخلفيه؟ ما عندوش مشكله في الارجل. طب التخبيط ده نتيجه ضعف في العضله، نتيجه ان الاستاذ محمد او الكابتن محمد بياكل الكلب ده لحوم صافي وبيحافظ عليه كتير جدا. عشان كده يا جماعه بنقول الحفاظ على الشيء بيتقلب لضده، والضرر زياده عن اللزوم وطبعا بتبقى مشكله. علشان كده بنقول لجميع مربين الكلاب ما تهتمش بكلبك زياده عن اللزوم. الزياده عن اللزوم دي هتبقى فيها اهمال او هتبقى فيها ضرر للكلب. طب الكلب ده عشان نتلاشاه، الكلب ده عشان نتلاشى العضله الخلفيه في الوقت اللي احنا فيه ده، عاوز مجموعه حقن مقويات اعصاب وحاجات ادويه اللي هو يمشي عليها، ان احنا نشد العصب ونشد العضل قبل المرحله العمريه اللي هو اصلا المفروض يخش لها. يعني احنا لو عايزين نقوم الكلب ده قبل ما نستنى المرحله العمريه اللي هي 7-8 شهور او ال10 شهور، يبقى احنا نديله شويه مجموعه فيتامينين كويسه مستورده، حاجه نظيفه، مش اللي هو بقى الحاجات التقليديه، ونظام غذائي معين تمام، اللي هو يشتغل وياكل اكل ني وياكل حاجات فيها عظم وحاجات تشد الانياب بتاعته وتشد الضروس بتاعته وتشد جسمه كله تمام. وحاجه تانية، الكلب ده عنده سنه خنفره، يعني سنه خنفره. وكمان الكلب ده كنت انا واخده عنده اسهال، يعني ممكن يكون عنده مشكله في المعده شويه. ده واجبنا بقى اللي احنا هنقدر سنه الخنفره دي اللي احنا نقدر نعالجها. وعنده سنه اللي هو الالتهاب، ممكن يكون عنده التهاب في المعده نتيجه اسهال والكلام ده كله نقدر نعالجها. طيب الرجول اللي ورا زي ما احنا قلنا، لو انت اديت للكلب مجموعه اكل فيه عظم وفيه حاجات ومشي في الشمس ومشي في شمس كتير ومشي واتحرك، مع مرور الوقت اول ما يتم ال7-8 شهور او ال9 شهور هتبتدي عظمه اصلا اكتمل، العضله شدت نتيجه الاكل ونتيجه المشي في الشمس والكلام ده كله. وفي نفس الوقت الكلب ده يا جماعه من كلام الاستاذ محمد ما بيتعرضش للشمس، طبعا مشكله كبيره جدا. طب هل يا ابو مصطفى لو الكلب ده ما خدش علاجات وما كلش ني والكلام ده كله، هل هيتضر في حاله واحده لو هو ما مشيش وما تعرضش للشمس وما خدش مجموعه علاجات كويسه؟ يبقى هو هنا الحمد لله بفضل ربنا اساسا الكلب ما عندوش ادنى مشكله. الحمد لله بفضل ربنا بسبب المصداقيه مع الله والضمير مع ربنا والتعامل مع الارواح اللي الواحد بيتعامل معاها. انا ممكن كنت اشتغلت نفسي قبل ما اشتغل استاذ محمد واصرف منه علاجات، وبالرغم اللي هو قال لي اللي انت عايزه انا مش هقصر معاك فيه، سواء هو صادق او بالصادق دي مش بتاعتي. انا اهم شيء اللي انا شايفه مع حاله الكلب. ما ينفعش اخسر نفسي وسمعتي واسمي وشغلي في مجال اليوتيوب والسوشيال ميديا بسبب كلب، بسبب فلوس 1000 ولا 2 ولا 3 ولا مال قارون حتى. الحمد لله بفضل ربنا الجنيه اللي بيخش لنا احنا بنكون الحمد لله بفضل ربنا مسؤولين عنه قدام ربنا. الحمد لله، يعني نحمد ربنا على كده، دي نعمه بفضل ربنا ومحبه الناس كويسه. عشان كده دي المفاجاه اللي الاستاذ محمد ما يعرفهاش، وهيعرفها لما الفيديو ينزل وابعته له على الواتساب كمان. تمام كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. تابعونا بحلقات هالاند 5 شهور. تعالى هالاند يلا شاطر. هو عنده ضعف اعصاب بس شويه مخليه عنده ارتخاء في الجسم العام، انما هو ما عندوش حاجه الحمد لله بفضل ربنا، ولا عنده كساح ولا هيب ديسبليزيا ولا عنده تمدد في الاربطه ولا عنده ليونه ولا عنده اي حاجه. الحمد لله بفضل ربنا كلب الله اكبر عليه، ربنا يبارك له فيه يا رب. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.